مساء الخير، وحشتوني جدا. النهاردة جربت كده ان انا اعمل كيكة لذيذة في السريع في اللطيف من غير مكونات كتيرة، هتخلص معايا بسرعة. كان نفسي في حاجة حلوة مزاجها لذيذ ومختلفة، فيلا بينا نجربها مع بعض بسرعة. اول حاجة هنبدأ بالدقيق. هنحط هنا زي ما انتوا شايفين بالمعلقة الكبيرة 4 معالق، وبعدين كيس 3 في 1 اللي هو الحجم الكبير رشته عليها. هنحط معلقة كبيرة من السكر. دي كلها كده المكونات الجافة لسه على بعضها في البداية. رشة ملح بسيطة، وبعدين هحط نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. بس ملحوظة، ده بيخلي قلبها من جوه طري، انا بحبها كده. بس لو عايزة قلبها يبقى هش زودي شوية كمية البيكنج باودر. هنجيب كيس فانيليا، او لو حد يحب الفانيليا السايلة ممكن يحط نقط بسيطة منها. كده كده احنا مش محتاجينها تضيع زفارة او حاجة، بس هي بتدي طعم لذيذ في الكيك. هنبدأ بقى نقلب المكونات الجافة كلها مع بعض كويس. هنحط بقى نص معلقة كبيرة من السمنة البلدي. انا بحبها بصراحة بالسمنة البلدي او بالزبدة، طعمها بيبقى ألطف. وبعدين هنحط يعني ما اقدرش اقول كوبايتين، هما فنجانين من اللبن، او اللبن الرايب. مقدار فنجانين او مقدار يعني مثلا تلتين كوباية كبيرة من اللبن الرايب. وبعدين هقلبهم. سوري، لبن رايب او لبن عادي مش هتفرق خالص. هقلبهم كويس، ولو حسيت ان هي محتاجة شوية لبن كمان ممكن اضيف، على حسب طبعا نوع الدقيق. هقلب بقى المكونات كويس قوي لحد ما اشوف السمك اللي المفروض الكيك بتاعي يوصله. ده كده الخليط بعد ما جهز خالص وسمكه بالمنظر اللي انتوا شايفينه او بالتقل ده. هفضيه في اواني ينفع ان هي تخش الميكروويف. طبعا انا علشان عايزاها بسرعة وادخلها الميكروويف، بس ممكن كنت استبدل الخطوة دي بان انا ادخلها الفرن عادي، بس انا حبيت ان انا اجربها واخلصها بسرعة. هفضيها كده في الكاسات دي تخش الميكروويف عادي. وبعدين بقى هزوق الوش بأي حاجة. أنا كان عندي كورن فليكس فراولة، فقلت هيدي شكل حلو في نفس الوقت هيدي طعم لذيذ. بس لو عندك أي نوع تاني ممكن تزوقي بيه، أو ممكن تحطي مثلا حتة شوكولاتاية في النص، أو أي حاجة طعمها يبقى لطيف مع الكيك بالنسكافيه. يعني دي بتاعتك عادي، الذوق ده على هواكي يعني، على حسب الرغبة. دخلتهم بقى في الميكرويف، هسيبهم 3 دقايق يا دوبك. طبعا مش هياخد وقت خالص، هما ال3 دقايق وهتطلع مستوية وجميلة من جوه، قلبها طري زي ما قلتلكم في الأول. وشكلها كمان لطيف وطعمها لذيذ. السكر طبعا ده كان حسب الرغبة، بس أنا يعني مش بحب الطعم المسكر قوي، فهي كان طعمها معقول. بس لو حبينها مسكرة قوي ممكن نزود برضو شوية في السكر بتاعها. لذيذة جدا وسريعة، وطعمها فعلا مختلف، أتمنى تجربوها.